الصغير ده انا هعمله لتسبيكة البامية. عندي البصل مقطعاه وبحمره في هعجنه الاول كده نص تشويحة، يعني نص تحميرة في الزبدة، وهنزل عليه بالثوم، وبعد كده هروح محمرة فيها حتتين التقطيع الحلوين دول. السمينة دي طبعا عندي الطماطم والبامية، بعد ما احط التسبيكة بتاعتها هقعد اقمعها كده. تمام. انا هعمل التسبيكه بتاعه الباميه. عندي حته زبده ونزلت بيه عليها كده بالبصل. تمام، نص تحميره كده، واروح نازله عليها بالثوم. اهو الثوم عندي، وعندي طبعا حته السمين الجميله دي انا هحطها اديها تشويحه برضو تحميره كده معاهم، وهنزل عليها بعد كده بالطماطم. بعد ما تتسبك خالص هنزل عليها بالباميه، بس هخش بقى اقمعها. انا عندي طبعا البصله مع الزبده اهي نص تحميره. تمام، هنزل عليها بقى بالثوم. ريحه الثوم مع الزبده مع البصل ما شاء الله. طبعا الباميه شايله لها طبعا معلقه ثوم نيه. طبعا الحاجه اللي هتدي طعامه بقى ولذاذه كده للباميه هي السمين ده. يا جمال ويا ريحته، ياه ما شاء الله عليه. طبعا بجانب الفاكهه دلوقتي هنزل بقى بالطماطم. بسم الله. هسيبها بقى تتسبك، يبقى كده صلصه الباميه تمام وسلام. انتوا عارفين ان اهم حاجه في الشوربه هي تشويحه الفرخه. لما بتشوحي الفرخه بتطلع طريه من جوه. تمام. فاحنا بنعمل ايه؟ هنا عندي طبعا حبهان، وعندي الورق اللوري. هنزل بالفرخه بقى بسم الله، وبخلي النار عاليه. واقلب فيها بقى كده. هنزل عليها بقى بالميه. بعد ما زودت لها الميه هنزل بقى ببصلايه، وهنزل عليها بالكرفس كده، ويا سلام لو جزرايه. وطبعا تاني اشيل الريم من على الوش كده عشان الشوربه تطلع حلوه ومفيهاش اي ريحه زفاره. تمام والسلام. بعد كده خلاص اتسبكت حلو تمام كده. هنزل عليها بقى بالميه. بسم الله. هسيبها بقى تغلي كده كام غلوه حلوين، واروح نازله عليها بالباميه بقى تستوي. بعد كده احطها في الطاجن وادخلها تحت الشوايه. بصوا حبايبي، انا عندي الباميه اهي. هنزل عليها طبعا بمعلقه الثوم دي النية دي بتخلي بقى طعم جميل كده للباميه، غير بقى اللي هي معموله في التخديعه بتاعتها. تخديعه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالباميه بتاعتي. بسم الله. اهم حاجه فيها اللي هي التومه النيه، تديها طعم مختلف تماما. تمام. هسيبها بقى تغلي كده كام غلوه، واروح حطها في الطاجن. بس بعد ما تستوي، يعني مش على طول احطها في الطاجن، لان في فرق بين الباميه اللي هي بتاخديها والباميه اللي هي بتبقى ني في ني. ان شاء الله مره كده نعملها سوا مع بعض بامر الله. دي بقى هخليها كام تستوي كده شويه، يعني نص السوا بتاعتها، اروح محطها في الطاجن، واروح مدخلاها بقى تحت الشوايه. بس بعد ما تستوي بامر الله. الفرخه اهي قربت تستوي معايا برضو. واحط بقى شويه رز كده على النار، وان شاء الله ده كده يبقى غدانا النهارده.
ألف هنا وشفا يا رب. هي البامية عامة ما بتاخدش خالص سوا، يعني بتستوي على طول، ما تخليهاش تستوي للآخر يعني عشان ما تتهريش معاكي، عشان تبقى ماسكة نفسها كده، ما تخليهاش تستوي للآخر. تمام يا أحلى بنات. اغطي عليها بقى واوطي عليها النار شوية عقبال ما تحضر الرز واحطه على النار. عندي زيت اهو، عايزة بقى الزبدة تبقى طرية وبتحط لها المية أول ما الزبدة بتسيح، عايزاها تبقى حب يعني مفلفلة كده، ماسكة كل واحدة واحدة لوحدها، تروحي محمراها كده مشوحاها شوية في الزبدة. تمام. أنا هنزل بقى بالمية بتاعتي بسم الله. هروح حاطة الملح واقلب تقليبه كده وانزل بالرز. كده هنزل بقى بالرز بعد ما غسلته. بسم الله. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هقلبها بقى علشان خاطر الملح بتاعي يدوب يدوب كده معايا مع الرز كده والمية. بس اغطيها واول ما تتشرب اروح حطها على الصاجة واسيبها تستوي. خدت كام غلوة اهي. الشوربة بتاع الترجيعة بتاعتها هي ابتدت تتقل شوية برضو غير الاول. هديها برضو كام غلوة كده وهحطها بقى في الطاجن وادخلها تحت الشواية. ده الثوم الني اللي انا لسه حاطاه، مديله ريحة ما شاء الله عليها، والله بتختلف في الطعم وفي الريحة، بتبقى حاجة يعني كده روعة روعة، يعني روعة اقولك يعني 5 روعة. كده البامية خلاص استوت وحطيتها اهو في الطاجن وهحطها تحت الشواية. نسيت اقول لكم بقى حطيت لها قرنين فلفل كده برضو بتنقل طعمها كده نقلة جامدة قوي. تمام. هشيلها بقى هنا بينا كده واروح حطها تحت الشواية تاخد وش كده ويبقى كده تمام 100 فل وعشرة. الرز كمان خلاص رفعته على الصاجة اهو، قرب خلاص كمان يستوي، يعني قدامه حوالي 10 دقايق كده. كده خلاص طاجن البامية طلعته من تحت الشواية ما شاء الله ولا قوة الا بالله. والفرخة اهي حمرتها، وطبعا عملنا الرز وطبق سلطة كده زي ما احنا شايفين. ما تنسونيش من اللايك والكومنت والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.